وليه اصلا ابل ما تكونش بتفكر انها تلغي فئه الايفون العاديه وتبدلها بالايفون اير، وساعتها الايفون اير مش هيكون اسمه اصلا ايفون اير، هيكون ايفون عادي. تسريبات قويه حصلت عن ايفون اير، وفي الاغلب انت هتبقى بتتوجه السنه الجايه لان انت تشتري الموبايل ده مش الايفون العادي. اهلا بكم، معاكم ميجو. ايفون 18 برو وبرو ماكس وايفون الترا هم اللي هينزلوا في شهر سبتمبر الجاي، لكن في جهازين من السلسله مش هيبقوا معانا في شهر 9 الجاي، وهينزلوا في اول 2028، وده بيكون ايفون 18 العادي وايفون 18 اير. ده بيكون جون تورنس، ده اللي هيمسك ابل بعد ما قعد فيها حوالي 25 سنه لحد دلوقتي. بيكون دلوقتي نائب رئيس هندسه الهاردوير، وبعد كام شهر تقريبا هيكون الرئيس التنفيذي الجديد لشركة أبل. وأول تصريح ليه بعد ما أعلنوا إن هو اللي هيمسك شركة أبل، قال لفريق العمل إن أبل قدمت تصميم استثنائي للناس أكتر من الشركات التانية. هو مقتنع قوي بتصميم الآيفون إير، حتى هو اللي قدمه لما أبل جت تعلن عن الموبايل ده. وسبب إطلاق أبل لآيفون 18 العادي و18 إير 2 في الربيع بتاع السنة الجاية هو تلميع لفكرة البرو والبرو ماكس والالترا طبعا في شهر 9 الجاي، ولكن تلميع اكتر لايفون اير 2 لما ينزل مع الفئة العادية. بس تصميم الايفون اير 2 مش هيفرق كتير عن تصميم الايفون اير 1، ولكن من اهم التغيرات اللي هتحصل في ايفون اير 2 والسبب الرئيسي ورا فكرة ان ابل مش حاطة كاميرا تانية في الايفون اير، هي مش رخامة من ابل، لكن ابل مش لاقي مساحة اصلا، لان 90% من تصميم الموبايل الداخلي كله محطوط في البار بتاع الكاميرا. لكن السنة دي حصل إعادة تصميم لآيفون إير، وهيضيفوا فيه كاميرا تانية. يعني آيفون إير 2 هيكون بكاميرتين، الكاميرا العادية والكاميرا الألترا وايد، والاتنين هيكونوا 48 ميجا بكسل. وعشان قبل ما تزودش سمك الموبايل، قبل عملت ريديزاين للفيس اي دي عشان تعرف او تلاقي مساحة تحط فيها الكاميرا التانية في الايفون اير. كمان الخطه الاساسيه للايفون اير 2 ان هو يتضاف فيه المعالج ال 2 نانو اللي هيتحط في الايفون 18 برو وبرو ماكس، لكن مع ارتفاع الاسعار والتكاليف اللي الايفون بيتصنع بيها، على الارجح ايفون اير 2 هياخد المعالج اللي موجود في الايفون 18 العادي. لكن وارد جدا ما تحسش تحسن في الاداء، لكن البطاريه هتحس تحسن بسيط جدا. الهيكل بتاع ايفون اير 2 هيكون من تصميم التيتانيوم، مش زي الالومنيوم في فئة البرو. والالوان بتاعت الموبايل ده هتفضل شبه الوان السنه اللي فاتت، الاسود والابيض والجولد وكمان الازرق السماوي ده، بس في تسريبات بيتقال انه ممكن يروح للون البنفسجي شويه.